عمركم فكرتوا إزاي التطبيقات الحديثة بتفضل سريعة وموثوقة كده؟ الفضل كله هنا يرجع للمايكرو سيرفيسز. في الفيديو بتاعنا هيتقسم كالآتي. عشان نعرف أصلا إيه هي المايكرو سيرفيسز لازم نعرف الأول يعني إيه المونوليث أبلكيشنز والتحديات اللي واجهت المايكرو سيرفيسز وليه احتاجنا ننتقل من المونوليث للمايكرو سيرفيسز وليه هي بتغير طريقة التطبيق اللي بنبني بيها ونوسع بيها التطبيقات بتاعتنا. وبعد كده هنكتشف إيه هي المايكرو سيرفيسز وفوايدها والتحديات لاستخدام المايكرو سيرفيسز. فسواء كنت ديفلوبر أو بس فضولي عن المعرفة عن المايكرو سيرفيسز، فالفيديو ده ليكم وهديكوا كل المعلومات اللي محتاجينها. قهوتكم الحلوة بقى والورقة والقلم وتعالوا. قبل ظهور المايكرو سيرفيسز كانت الطريقة التقليدية علشان نطور أي ابلكيشن عن طريق إن إحنا بنتعامل مع المونوليث اركتكتشر ابلكيشنز. بمعنى إن إحنا كنا بنتعامل مع كل أجزاء الأبلكيشن على أساس إنه كود واحد، ومعنى إن الأبلكيشن يعتبر كود واحد يبقى الأبلكيشن بتاعنا ككل هيتكتب بلانجوج واحدة بكل أجزاء، ولو مثلًا عندي ديفلوبر غير في جزئية من الأبلكيشن لازم الأبلكيشن كله يتعمل له تطبيق من تاني علشان الجزئية اللي اتغيرت دي أو اللي اتعمل فيها تطوير تتطبق. فمثلًا لو عندي أكتر من كذا ديفلوبر شغالين على أكتر من كذا جزئية في الأبلكيشن بتاعنا أو أكتر من كذا سيرفيس في الأبلكيشن، فكده مع كل تغيير ومع كل تحديث لازم نطبق الابلكيشن بتاعنا من الاول عشان احنا بنتعامل مع الابلكيشن زي ما قلنا على ان كود واحد. فكل اما الابلكيشن كبر كل اما الكود كبر وبقى معقد وبقى تطبيقه وتطويره اصعب. كل اما بقى التنسيق ما بين الديفلوبرز اللي شغالين على الكود ده بقى اصعب. ونظريه ان اقدر اتوسع بالابلكيشن او اطبقه على كذا سيرفر علشان مثلا لو عندي ترافيك لود يقدر يستوعب الترافيك ده بقى اصعب واصعب. لان انا لو عايز اتوسع في الخدمه معينه مش هعرف اعمل ده، محتاج اطبق الابلكيشن كله بكل خدماته او السيرفيس بتاعته، وده هيتطلب مننا كونفيجريشن اكتر للانفراستراكشر، ده غير السيرفرز اللي محتاج اوفرها عشان نقدر نتوسع. وبرضه من المشاكل اللي كانت بتقابل المونوليث ابلكيشن اركتكتشر لو عايزين مثلا نعمل انتجريشن لسيرفيس معينه مع ابلكيشنز تانيه، فده كان ممكن يبقى مستحيل لان مثلا لو السيرفيس دي معتمده على فيرجن معين من الابلكيشن التاني بس بقيه الكود لازم يشتغل مع الفيرجن معين. وهنا بدأ ظهور والتفكير في المايكرو سيرفيسز عشان تحل التحديات والمشاكل دي كلها. فيعني ايه بقى مايكرو سيرفيسز وفوائدها وايه التحديات اللي واجهت الناس في استخدام المايكرو سيرفيسز؟ ببساطه المايكرو سيرفيسز معناها ان الابلكيشن بتاعنا بدل ما هنتعامل معاه على اساس انه كود واحد هنقسم الابلكيشن بتاعنا لاجزاء. بمعنى ادق هنتعامل مع كل جزئيه على اساس انها ابلكيشن صغير لوحده، ولما نجمعهم مع بعض يكونوا الابلكيشن الكبير بتاعنا. وهنا لازم نسأل نفسنا شوية أسئلة مهمة هتسهل علينا إننا نحول الابلكيشن بتاعنا من مونوليث لمايكرو سيرفيسز. فمبدئيا ازاي هعرف اقسم الابلكيشن بتاعي او افصله لكذا ابلكيشن صغير، وايه الاجزاء اللي ممكن اخليها ابلكيشن صغيره، وعدد الابلكيشنز الصغيره دي هيكون قد ايه. وبعد ما احدد كل ده ازاي اخلي الابلكيشن الصغيره دي او الاجزاء دي تكلم بعض عشان يبقوا كلهم يتعاملوا على اساس انهم ابلكيشن واحد كبير. فعشان نعرف نجاوب على الاسئله دي كلها لازم نبص على الابلكيشن ونقسمه لخدمات او سيرفيسز بتخدم البيزنس قبل ما نبص عليه بطريقه تقنيه مثلا او بطريقه تكنيكال بحت. فكل جزئيه او فيما اعتبرناه ان هو ابلكيشن صغير هيعمل وظيفه واحده بس وهيقدم خدمه واحده فقط. ومعنى اننا هنفصل الجزئيات دي هنتعامل مع كل جزئية على أساس إنه application مستقل وليه متطلباته وتطبيقه الخاص. ومعنى كده إن إحنا هنطور ونطبق الخدمات أو السيرفيسز دي كل واحد لوحده، وممكن كمان أستخدم أكتر من كذا لغة برمجة لكل سيرفيس أو application. ومعنى كده إن كل application من دول هيبقى ليه فيرجن معين، وأقدر ساعتها مثلا لو عايز أعمل انتجريشن مع applications تانية المايكرو سيرفيسز اقدر بكل سهوله اعمل انتجريشن على حسب الفيرجن بتاع الابلكيشن ده او السيرفيس دي. طيب دلوقتي قلنا كل سيرفيس او ابلكيشن هنتعامل معاه على اساس انه مستقل. طب احنا لو عايزين نخلي الابلكيشنز او السيرفيس دي تتواصل مع بعض هنقدر نحقق ده ازاي؟ ومن الطرق المستخدمه بشكل كبير هو ان احنا نستخدم حاجه اسمها الاي بي اي كولز اللي هي الابلكيشن بروجرامينج انترفيس. فكل سيرفيس او ابلكيشن من دول هيبقى ليه حاجه اسمها اند بوينت او نقطه تواصل، وكل نقطة تواصل ليها الاي بي اي بتاعها، ومن هنا اقدر اربط السيرفيسز او الابلكيشنز دي ببعض. فتقدر الابلكيشنز دي او السيرفيس دي تكلم بعض عن طريق انها تبعت اي بي اي كولز من خلال ال HTTP
أو HTTPS requests، نقط التواصل اللي هي الإند بوينتس. تعالوا كده نتكلم عن مثال بسيط، مثلا التليفون اللي بتحاول تكلم زميلك على التليفون مثلا، والتليفون ده هو الإند بوينت، وبتبعت ريكوست إنك بتطلبه وبتستنى إنه يرد عليك، وده اللي بنقول عليه إنك مستني ريسبونس عشان تقدر تتكلم معاه. والبروسيس دي كلها اسمها synchronous communication. ومن الطرق التانية المستخدمة حاجة اسمها message broker. كمثال دلوقتي انت عايز تبعت رسالة معينة لزميلك اللي هو السيرفيس اللي عايز تكلمها، فهتكتب له جواب وبعد كده تبعته للبريد، وده اللي بنقول عليه الانترميديت مسج سيرفر. وبعد ما البريد يستلم الرسالة بتاعتك يبتدي يوصلها لزميلك أو يعمل لها فورورد للسيرفيس التانية على حسب العنوان اللي أنت حاططه له. وآخر طريقة والأكثر استخداما حاليا في الديف اوبس أو الكونتينرايزد ابلكيشنز حاجة اسمها السيرفيس مش. وهنتكلم عن السيرفيس مش في فيديو تاني لوحده باختصار. إن في السيرفيس مش اللي بيحصل إن بيبقى عندنا سيرفيس كاملة بتاخد صلاحية إنها تكلم السيرفيس اللي أنت عايز تكلمها، كأنها السيرفيس الأساسية اللي بتبعت الريكوست على حسب اللوجيك اللي السيرفيس مش شايفه صحيح، وعلى اساسه بيبتدي يتواصل مع السيرفيسز التانية. بس زي ما بنقول كل حاجه ليها ثمن، لان اكيد في عوائق بتواجهها لما بنستخدم المايكرو سيرفيسز او شويه تحديات كده. فاحنا دلوقتي هنقسم الابلكيشن بتاعنا لسيرفيسز صغيره او ابلكيشنز صغيره، وقلنا كل ابلكيشن منهم اعرف اطور فيه واستخدم لغه مختلفه عن الابلكيشن التاني. طيب ما ده هيزود صعوبة التصميم الapplication بتاعنا، وعشان أقدر أخلّي الapplications دي تتواصل مع بعض، هنستخدم طريقة من ال3 طرق اللي قُلنا عليهم، وده هيزود صعوبة وتحديات إني أخلّي الapplications أو الservices تتواصل مع بعض بشكل بسيط، وعلى أساس إني هاقدر أتوسّع في كل service لوحدها على أكتر من كذا server، فلو حصل مشكلة في الservice دي هناخد وقت وهيبقى الموضوع أصعب عشان نمسك المشكلة الفعلية. فعشان كده ظهر شوية أدوات أو tools نستخدمها عشان نقدر نتغلب على المشاكل والتحديات دي، وتسهل استخدام المايكرو سيرفيسز زي الكونتينرز والسيرفيس مش والكوبرنيتس والبروميثيوس إلى آخره. ومن أكتر البلاتفورمز المستخدمة كتير في البرودكشن انفايرمنتس بدون أي منازع هو الأوبن شيفت. وبكده نكون وضحنا إيه هي المايكرو سيرفيسز والفرق ما بينها وما بين المونوليث، وإزاي حلت مشاكل كتير في السوفت وير ديفلوبمنت سايت. سلام.